يا مساء الهنا، يا مساء الجمال على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده هقدم لكم طريقه المبكبكه وجمالها جميله جدا جدا. هعملها كده مع شويه من البطاطس المحمره بس كده. بصراحه هي بتتقدم بطرق كتير، ممكن تتعمل بقطع من اللحمه وممكن تتعمل بقطع من صدور الدجاج، انتي وحريتك، بس بصراحه انا بحبها كده وولادي كمان بيحبوها كده. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وكل المتابعين احبابي ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمني منكم. انا موجوده بسببكم وبسبب تعليقاتكم الجميله. النهارده عايزه احلى تعليق واحلى لايك. يلا بقى حضري المكرونه بتاعتك ونبدأ بقى ونقول بسم الله. طريقتها مفيش احسن من كده. عندي هنا معلقه من السمنه، ويستحب لو هي سمنه بلدي بتبقى جميله قوي قوي وبتخلي الاكل طعمه حلو. اول ما تتقدح عندي كده هنزل عليها بفصين توم كده مهروسين. اول ما يبدا لونه يتحمر، اي اكله لو انتي حمرتي فيها توم بيبقى طعمه حلو. بعد ما يتحمر معايا كده انزل عليه بالطماطم. طبعا الطماطم انا ضربتها في الخلاط وبعدها صفيتها بره خارج الحله خالص، ونزلت بالطماطم وهي متصفيه. طبعا قشر الطماطم بيتعب المعده، خدوا بالكم، وبالذات في الحاجات اللي زي دي لازم الطماطم تبقى متصفيه كويس وما فيهاش اي قشر من بتاع الطماطم ده. هنزل عليها بقى كده بمعلقه فلفل وكمون. انا عندي الفلفل والكمون حطاهم على بعضيهم. اللي متابعني من البدايه عارف ان انا بمزج الفلفل والكمون مع بعض في علبه واحده، بحب انا ده بصراحه، بيخلي طعم الاكل حلو قوي. كمان هجيب معلقه صغيره كده من الشطه، ودي برضو اختياري، لو انت حابه تحطيها حبه مش حابه براحتك. كمان هنزل بمعلقتين كده من البابريكا. هي معلقه كبيره، يعني المعلقه اللي انا المعيار ده صغيره فانا بحط معلقه، خليها معلقه كبيره. كمان هظبط الملح، اديلهم كده كلهم تقليبه مع بعضهم واسيبها لحد ما تتسبك معايا. اول ما الطماطم اتسبكت وحسيت ان هي ريحتها بقت جميله كده، يعني بتبقى ريحه التسبيكه انها اتسبكت، وازودها بقى بشويه من الميه، حوالي كوبايه كده من الميه. بعد ما حطيت الميه والطماطم غلت كده ابدا انزل بالمكرونه. اول ما انزل بالمكرونه اديها تقليبه كده واتابعها بقى كل شويه اقلب فيها عشان ما تلزقش في ارضيه الحله. واول ما تستوي هجيب طبق كده اغرفها فيه. وكمان عملت معاها شويه كده من البطاطس، قطعتها مكعبات وحمرتها في الزيت. بس هو دي اكله النهارده. بصراحه اكله جميله قوي واولادك هيحبوها، وكمان هيطلبوها منك على طول لان بتبقى سهله كده والاولاد بيحبوها لانها خفيفه كده بالمعلقه. وكمان البطاطس بتبقى معاها جميله قوي. وده شكل المكرونه بعد ما استوت. انا غرفتها في طبق كده، هزينها بس كده بورقه كده من البقدونس، ولو مش فيه بقدونس خلاص، بس انا عشان التقديمه كده احط ورقتين من البقدونس. ودي البطاطس اللي انا حمرتها، قطعتها مكعبات وحمرتها في الزيت وشويه فلفل وكمون وملح كده وبس. صراحه قمه في الروعه، جميله جدا جدا جدا، وهتعجبك وهتعجب اولادك كمان. جربي الطريقه وقولي لي ايه رايك في التعليقات. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.